السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين متابعة قناة يوميات ربة بيت. سعد الله أوقاتكم يا ربي بالخير والبركة والدفء. مثل ما نعرف هالأجواء باردة، حبيت أخليكم إياها على الصوبة. يسعد مساكم وين ما تكونون، أتمنى تكونون كلكم بخير وصحة وعافية يا ربي. اشتاقت لكم هواية وحابة أحكي وياكم وأدردش، لأن يعني إلي فترة ما مسوية فيديو بسبب امتحانات بنتي، ويعني شوية الضغط هيك اللي الواحد دا يحس بيه. الله يكون بعونهم، الله ينجحهم كليتهم يا ربي، هي واللي مثلها. كل اللي عندهم اختبارات وامتحانات، الله لا يضيع تعب الأهاليتهم بيهم يا رب العالمين. طبعا مشتاقة هواية إلكم، مشتاقة لفيديوهاتي، حابة تحفيز، حابة دعم، هيجي أريد يعني أحد يجي يقول لي يلا قومي سوي الفيديو هسه. يشيلني. ما أعرف ويا البرد كافي على الصوبة، خلي أخليكم إياها على القهوة. وحبيت شوي إني أدردش وياكم. ما أعرف، هو كسل البرد، كسل الشتاء. أني بالشتاء كأنه ما أكون بقوقعة، يعني خلاص أكون أبرد، أكون الحركة كلش يعني تقل عن ما بالصيف. يعني هذا مو معناه إنه الواحد ما يتحرك، لا يتحرك ويشتغل وينجز وكل شي، بس تكون حركته محدودة وخلص مجبور عليها. والحمد لله رب العالمين. حابة، كنت محتاجة إني هيك أسلم عليكم. ما عندي كلام مسبق، ما محضرة شي أريد أقول لكم إياه. بس حبيت إني أدعي لكم هيك كم دعوة على ساعة المساء، وأقول لكم خميسكم فلة إن شاء الله. تصبحون وتمسون بأنوار النبي يا ربي. آه باقي شهرين على رمضان، يا ربي بلغنا إياه وإياكم لا فاقدين ولا مفقودين، وإنتو كل أحبابكم بخير وصحة وسلامة. بدت الناس من هسه تفرز وتسوي وتجهز. قولوا لنا شنو تحضيراتكم، شنو تجهيزاتكم. إن شاء الله يا ربي يهدي بال كل عبادة يا إلهي، ويجي رمضان ويجي بخيراته وبركاته يا ربي. سلامي لمتابعيني ومتابعاتي وناس اللي دائما يسألون علي، وكلش أحبهم، والله شاهد يعني أتذكركم حتى بالاسم، والله العظيم أكاونتاتكم كلها يعني بالاسم أتذكرها. فالله لا يحرمني منكم يا ربي، يعني أدعيتكم الحلوة، ويعني حبيبتي الوردة البيضة دائما ألاقيها تاركت لي ألاقيها تاركت لي كومنت يخبل مثلها وتسأل عني. وحتى إذا يعني ما كنت يعني منزلة فيديو، تروح تعلق لي على فيديوهات قديمة حتى أني يوصلني الإشعار وأعرف إنه هي سائلة عني. فجد جد الناس هاي رزق، والله العظيم الناس اللي تحبنا بصدق، يعني هاي رزق من رب العالمين. فأني يعني دائما أحمد الله وأشكره إنه أكو هيجي ناس تحبنا وتسأل علينا وبالها، يعني إنه ما رحت من بالها حتى وإن غبت بالفيديوهات أو ما نزلت أو فشي، ألاقي منها كومنت. فشكرا شكرا من قلبي لهاي الناس اللي تحط لي تعليقات حلوة مثل وجهها الحلو، واللي يدعموني دائما وتقول لي نزلي وتحفزني.
طبعا عداكم عن أقرب المقربين اللي أختي دائما تدعمني، حبيبتي الله يرضى عليها، وتقول لي ليش ما تنزلين. بس أكيد أني شوية الكل يعذرني، لأن فترة امتحانات وضغط مو طبيعي وشغل البيت، واسم الله الولد كل ما يكبرون كل ما تزيد مسؤولياتهم، كل ما الشغل يزيد، كل ما الأمور تطلع من سيطرة الواحد، يعني سبحان الله. والحمد لله على كل حال. إن شاء الله يا ربي لا يضيعنا وإياكم أي تعب يا رب. يعني أي ربة بيت، أي امرأة عاملة تقوم بشغلها وببيتها وبأولادها وتطبخ وتسوي كل أمورها، الله يقويها ويعطيها الصحة والعافية يا رب العالمين. أحبكم هواية، ويا رب يكون هذا الفيديو هيجي سريع، بس حبيت إني أكون متواصلة وياكم، ما أحب أبتعد عنكم. وإن شاء الله إن شاء الله راح أحاول، لأن أني حاطة ببالي إن شاء الله على السنة الجديدة مخططاتكم، وإن شاء الله يعني أني راح أحاول أسوي وياكم بالورقة والقلم. أريد أغير من روتيني، أريد أنجز هواية أمور، لأن الواحد يعني ما أعرف إيش قد ظل بالعمر حتى ما يستغل هاي الأيام بأحلى ما تكون يعني. فلا، الواحد يستغلها بأشياء حلوة ومفيدة تفيده وتفيد غيره نفس الوقت. فإن شاء الله يعني حابة حاطة كم هدف براسي أريد أوصل لهم إن شاء الله، إن شاء الله بسنة الجديدة، ويا رب تكون سنة إنجازات علينا جميعا يا إلهي، وسنة خير وصحة أهم شي، وسنة لمة يا ربي، ما يفقدنا بناس نحبهم يا إلهي، وتدومون بخير وصحة وعافية. وأشوفكم فيديو جديد وأني وأنتم بأحسن حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.